مؤخرا اتفرجت على افلام كتير مصريه اتعملت في فتره التسعينات، ومن اكتر الحاجات اللي بتلفت انتباهي عموما في اي حاجه بتفرج عليها هي اسامي الناس والوظائف اللي بتتكتب في التتر، ويعني ايه الكلام ده والناس دي بتعمل ايه. فمن اكتر الحاجات اللي كانت غريبه بالنسبه لي واول مره اخد بالي منها هي الكلمه دي نيجاتيف. فيعني ايه كلمه نيجاتيف والشخص اللي جنبها ده عمل ايه بالظبط؟ يعني الموضوع بكل بساطه هي ان الصور والافلام كانت زمان بتتصور على شرايط فعليه، حاجه فيزيكال تقدر تمسكها بايدك، مش حاجه ديجيتال زي دلوقتي ما تقدرش تمسكها وغير ملموسه. يعني ببساطه الكاميرا كانت بتطبع كل مشهد او كل فريم على شريط فعلي مصنوع من البوليستر او مواد تانية، وانا مثلا لو فتحت الكاميرا دي من ورا كده وخدت الشريط ده كرمشته فانا خلاص كده بوظت الفيلم ده. انا بشرح الكلام ده وانا حضرت الكاميرات دي في البيت على اواخرها خالص، يعني اواخر استخدامها، وفاكرها طشاش كده والشرايط اللي كانت بتركب فيها. ففي شباب كتير بتتفرج عليها دلوقتي من بعد 2004 2005 ما اظنش ان عمره مسك كاميرا كان بيركب لها شريط. المهم ان الصور اللي انت بتلقطها على الشريط ده كانت دايما بتبقى معكوسه في كل حاجه كاضاءه وكالوان، فمن هنا جت تسميه الشريط الاصلي اللي هيطلع من قلب الكاميرا ده باسم نيجاتيف. ولما الشريط ده يروح يتحمض بقى بيتحط في مواد تانية تخلي الصوره تظهر اكتر والالوان توضح فيها، وفي الاخر بنوصل لنسخه نهائيه اسمها بوزيتيف، ودي اللي الالوان بتكون مظبوطه فيها والاضاءه مظبوطه، والمسؤولين عن المونتاج في الفيلم بقى ياخدوا الشريط البوزيتيف المظبوط كالوان وكاضاءه ده ويبداوا يشتغلوا عليه مونتاج. الشخص بقى اللي بيكون اسمه مكتوب جنب كلمه نيجاتيف في التتر هو في العاده الشخص اللي بيكون مسؤول عن معمل التحميض وعن الشرايط الاصليه اللي بتصور عليها الفيلم وعن تسليم البوزيتيف في الاخر. فكره التصوير الديجيتال بقى اللي بيسجل دايركت على ميموري كارد مثلا لغت كل اللي احنا بنتكلم فيه ده، ولكن رغم كده لسه في مخرجين لحد النهارده بتستخدم كاميرات في التصوير بتشتغل بالفيلم. اشهرهم طبعا حاليا هو المخرج كريستوفر نولان اللي بيستخدم كاميرا الاي ماكس اللي بتاخد شريط فيلم 70 مللي واللي استخدمها في تصوير اخر 3 افلام ليه.